ايه رأيك تفكر شوية قبل ما توافق على أي حاجة؟ يعني مش أي حد يقولك عايز حاجة معينة تقول له يلا بينا وأنت مش عارف أنت متراكم عليك إيه أصلا، لأن في احتمال كبير يكون فعلا عندك حاجات كتيرة مهمة لازم تخلص، أو حاجة أنت متدبس فيها وناسيها، أو مثلا محتاج شوية وقت تريح فيه، ففي الغالب الحاجة اللي أنت اتفقت عليها دلوقتي ممكن ما تحصلش، والشخص دوت هيتضايق منك جدا ومش هيكون مراعي أي سبب أنت بتقوله له حتى لو سبب مهم. لانك من الاول اديته كلمه انك هتعمل له الحاجه دي، فالاسهل جدا والمريح لدماغك هو انك قبل ما تدي لاي حد اي كلمه فكر فيها شويه، خصوصا لو الحاجه دي هتاخد منك شويه وقت طويل، زي مثلا لو خروجه مع صحابك. قبل ما تقول لهم انا موافق، شوف الاول انت وراك حاجه ولا مش وراك حاجه، لانك لو اديتهم كلمه وما خرجتش معاهم هيزعلوا، ولو خرجت معاهم وانت في نص الوقت كده حسيت انك عليك حاجات كتيره واتزنقت اكتر في الوقت، فانت اللي هتزعل، فولا اتبسطت ولا هم اتبسطوا. فبكل بساطه كان من الاول لو انت وراك فعلا حاجه ممكن تعتذر ليهم بالشياكه، وساعتها هم مش هيتضايقوا منك وانت مش هتتضغط. فقبل ما تقول اي كلمه فكر فيها